من تحت الركام نهر وتفجرت فيها حمما من الإبداع، فكانت ثورة الإعمار. استنفرت كافة الدوائر الخدمية جهودها وإظهار المدينة بحلة جديدة. عصر الإعمار خلال فترة وجيزة أثمرت منها عددا كبير من المشاريع توزعت ما بين تبليط الشوارع وتأثيثها. رغم كل العقبات التي واجهتنا والعراقيل، ألا إننا سابقنا الزمن لإنجاز المشاريع. لولا ما أستاذ ناظم ما أجانا واحد وبلطنا إلى يوم ما يبعثون. تعتبر هذه المشاريع بذرة الإعمار وركيزة مهمة من ركائز البناء. قسمت المشاريع على أساس مراحل، ولو أخذنا تبليط الشوارع مثالا، فكانت الشوارع الرئيسية هي المرحلة الأولى، لأنها تعتبر الشريان الرئيسي للمدينة ولتسهيل حركة المركبات ومنعا لحصول الحوادث فيها. أستاذ ناظم الشبلاوي على الجهود اللي سواها شارعنا، الله شاهد مظلومين، ولا ما هو وحركته احنا مظلومين ونظل دوم متأخرين، احنا نشكره وسلمنا عليه. كل الشكر والتقدير له لأن وفى بالوعد. ناظم سوالنا اللي ما صاير، ما هاي حكومات راحت وردت، ما حد سوالنا هيك. وطني يشتغل وطني. رغم كل العقبات التي واجهتنا والعراقيل، ألا إننا سابقنا الزمن لإنجاز المشاريع على أتم وجه، فكانت قوة الإرادة والعزيمة مصدر قوتنا ودفعتنا للبحث عن حلول عاجلة، فاستطعنا حل هذه المشاكل وعودة المشاريع للعمل كما كان.